مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج سيني رشيد. غادي نستمروا في الهضره ديالنا على الجوائز ديال الاوسكار، وغادي نهضروا على واحد من اهم الجوائز الاوسكار اللي عندها واحد القيمه كبيره بزاف، الاوسكار افضل ممثله في الدور الرئيسي. مرشحين 5 ديال الممثلات. كاينه كيت بلونشيت على الدور ديالها الرائع جدا في طه، كاينه انا دي ارماس على الدور ديالها المبهر بزاف في بلوند، كاينه اندريا ريزبوروغ على فيلم توليسلي وتا هو الدور ديالها مبهر بزاف، كاينه ميشيل ويليامز في دو فابلمانز يعني دور رائع جدا، وكاينه ميشيل يو في ايفريثينغ ايفريوير ولا توانس حتى هي درت واحد الاداء رائع جدا. ولكن بون هاد 5 ديال الترشيحات جوج اللي يقدروا انهم يتنافسوا على الاوسكار. كاينه كيت بلونشيت في الاداء ديالها في فيلم طار، والقصه اللي لعبات بعدها اصلا كيما قلت لكم واحد الموسيقيه اللي غادي توصل لواحد القمه ديال النجاح، ولكن بسبب ما يسمى بثقافه الكانسلين كالتشر، ثقافه الاقصاء ولا الالغاء، غتلقى راسها بانها كتفقد ديك المكانه ديالها وهذا. وكيت بلونشيت ادت الدور هذا بواحد الطريقه رائعه جدا، يعني كلات الكاميرا، يعني كنتوحشوا قدام الكاميرا الا بغيتو، يعني لا ربحات كتستاهل. ولكن انا شخصيا كيبان لي ثاني من خلال المشاهده لهاد الافلام ب5 بان انا دي ارماس غتربح هذا الاوسكار هذا، او الاول اعتبار بعدا انها لعبت الدور ماريلين مونرو. نتوما كتعرفوا ماريلين مونرو راه واحد الايقونه من الايقونات الكبار بزاف في هوليوود، واخا مات صغيره 36 عام ولكن خلات واحد الاثر كبير بزاف في هوليوود. وماشي غير هادشي، ولكن انا دي ارماس ادت الدور هذا بواحد الطريقه مبهره بزاف. تخيل انه في الفيلم كاينين مقاطع ديال الارشيف ديال ماريلين مونرو الحقيقيه، وكاين مشاهد تمثيليه اللي ادتهم انا دي ارماس، وانت كمتفرج بعض المرات كتخلطوا لك، ما كتعرفش شكون فيهم اللي ماريلين مونرو الحقيقيه وشكون فيهم غير ماريلين مونرو اللي كتاديها انا دي ارماس. يعني الطريقه ديال الانسجام ديالها مع هذا الدور هذا، الطريقه ديال الانغماس ديالها في الدور هذا، وطريقه الاداء ديالها ديال الدور هذا، انا كتخلي بان ما غتخليش شي فرصه للاخرين. ومع يعني واخا ان كيت بلونشيت بكامل الثقل ديالها وكامل القوه ديالها، ولكن كيبان لي بان انا دي ارماس حسمات هذا الاوسكار هذا، لان كما قلت لكم يعني ايقونه من ايقونات هوليوود، الناس كيصوتوا في هوليوود، كيبان لي بان المساله محسومه لانا دي ارماس. واللي باقي ما شافش الفيلم ديال بلوند يشوفوا فيلم رائع جدا، وخب فيه بزاف ديال المشاهد اباحيه وهذا، ولكن راه هذيك هي الحياه ديال ماريلين مونرو. ما يمكنش تهضر على ماريلين مونرو بلا ما تهضر على النمط العيش ديالها، على الحياه ديالها كانسان، اللي هذاك الشيء كامل اللي عاشته. وانا دي ارماس ادات الدور هذا بواحد الطريقه مبهره بزاف. الا كانوا الاخرين شويه متميزين، لان كيت بلونشيت وانا دي ارماس، خاصه انا دي ارماس اللي لعبت الدور ديال ماريلين مونرو، ف اندريا ريزبوروغ لعبت الدور ديال واحد مادام تو المون، يعني واحد الانسانه بسيطه، واحد القصه تقدر توقع لاي واحد فينا. مراه ربحت في اللوطو واحد لاصوم كبيره بزاف، ولكن واحد النمط ديال العيش فيه بزاف ديال الاسراف، خسرت دوك الفلوس دغيا وغتسالي بها الوقت بواحد الطريقه خايبه بزاف، يعني غنكتشفوا داك الجانب المؤلم في الحياه البشريه وهذا. والسيده لعبت الدور بواحد الطريقه رائعه بزاف. خصنا نهضروا على ان الترشيح ديالها اثار بزاف ديال علامات الاستفهام، لان الطريقه باش وصلت للقائمه النهائيه فيها بواحد الطريقه جديده ديال البروموسيون. خصكم تعرفوا بان الاوسكارات راه فيهم اون كومباني بحال داكشي ديال الانتخابات بحال هذه، يعني كتحاول تقنع المصوتين انهم يصوتوا لك، وكدير بزاف ديال لي بروجيكسيون، بزاف ديال لي سيريموني، بزاف ديال لي بال كتعرض على الناس العشاء وهذا، وكتعرض عليهم الفيلم، وكتحاول انك تقنعهم وتاثر عليهم. هذا الفيلم هذا ما دار بهذه الطريقه، دار بطريقه جديده ديال لي ريزو سوسيو، هادشي ديال التويتر وهذا. بزاف ديال الممثلين هما اللي يعني بحال قلتي هضروا على الاداء ديال هاد السيده هذه وشجعوا الناس باش انهم يصوتوا ليها، وقدرت انها تسالي في هذه اللائحه هذه. الاوسكار الاخر اللي مهم بزاف واللي حتى هو كتنوض عليه ضربه باش ان الانسان يربح هذا الاوسكار هذا، هو اوسكار احسن ممثل في الدور الرئيسي. وهذا العام يكون التنافس بين جوج ديال الممثلين، اوستين باتلر في الدور ديال إلفيس في الفيلم ديال إلفيس، وبراندن فرايزر في فيلم ذا وايل. ماشي كنقلل من الاخرين، كولين فاريل في الباشي في انشاء نيشيران، الدور باش دا داك الانسان، يعني ماشي البريد ولكن داك الانسان البسيط في التفكير ديالو هذا، وهذاك الانسان ديال الباديه في واحد المنطقه معزوله،
وداك الاحساس اللي يقدر انه يوصلوا لينا واعر بزاف. ما يمكنش نختلفوا على هذا الشيء هذا، ولكن ادى هذا الدور هذا بواحد الاتقان واعر بزاف. بالنسبه لبول ميسكال في افتر سان وبالنسبه لبيل نايتي في ليفين، حتى هما اداو الادوار ديالهم بواحد الطريقه زوينه، ولكن كلشي متفق تقريبا بان الادوار بجوج اللي فايتين كلشي بزاف هما إلفيس يعني اوستين باتلر. داكشي اللي قلنا قبيله على ماريلين مونرو خصنا نقولوا على إلفيس، صراحه ايقونه ديال هوليوود. غير المشكله د العام هذا تلاقى مع براندن فريجر تيلعب واحد الدور شويه استثنائي، واحد الدور شويه فريد من نوعه، ديال واحد الانسان يعني كيعاني من فرط السمنه، وبالاضافه لهذا الشيء كيدير واحد الشخصيه اللي فيها جميع المعايير المحبوبه حاليا في هوليوود واللي مطلوبه في المعايير ديال الاوسكار. يعني واحد الانسان عنده ميولات جنسيه مختلفه، عنده واحد الواقع اجتماعي شويه مفكك، عنده واحد البنت يعني ما شافاش لمده 8 سنين، غادي يحاول يتواصل معها قبل ما يموت، كيعيش اللحظات الاخيره ديالو. دونك الاداء ديالو مبهر بزاف، وغتكون المنافسه بينه وبين اوستين باتلر شرسه بزاف. ان حتى هذا السيد هذا ادى الدور ديال إلفيس بواحد الاتقان رائع جدا، سواء في يعني لا كوريغرافي، الرقصات اللي دار ولا الاداء ديال إلفيس كشخص. انا صراحه ما عرفتش حتى انا شخصيا ما عرفتش. كيبان لي براندن فريجر كممثل من النجوم الكبار ديال هوليوود واحد الوقيته، ديك القصه ديالو ذا رايز اند فول ويعني لا ريزوريكسيون ديالو، اعاده الانبعاث في هذا الفيلم، ربما كنظن بان الناس ديال يعني المصوتين ديال الاكاديمي غادي يعطيو هذا الاوسكار هذا لكل ما يمثله، ولكن حتى الاداء ديالو في هذا الفيلم، لان الاداء مبهر بزاف. ملي غتشوفوا الفيلم مبهر بزاف بغض النظر على القصه وهذا، ولكن صراحه ادى هذا الدور هذا بواحد الاتقان كبير بزاف. دونك انا كنقول بان الاوسكار ديال احسن ممثل غيكون هذا العام ديال براندن فريجر.